لك لا تطلع لي برا، ما كنت ترد علي. اخي طلب وصفة البيتزا من ماما. شو المهم اعطيته وصفتها. قال لا بدي وصفة اختي لانه كثير عم يحكوا عنها وكذا، بدي اجربها. عم نحكي، هو لا بده يطلع لبرا، جو عنده اول شغله، بعدين بس طلع لبرا شو الضجه اللي عندك؟ كده لا ترجع على البيت. شو اسمه، هو طلع ما في سوى زيتي، بلش تمطر، خليني ادخل لجوا. بعدين انت شلون لابس صيفي بعز البرد عندكم؟ ها؟ شمس كانت. شمس؟ بألمانيا فصول الأربعة. فصول 4 كيلو في غير واحد. المهم أكيد هلا أنتم بقولني ما بتميز، بس عندها يعني مع أخ أكثر مني، إنه ماشي الحال. على فكرة بيناتنا سوا. عطول بتقولي لي هو بيعمل السمبوسك أحسن مني. بيعمل إيه؟ أشهد إيه؟ أشهد إيه بيعمل؟ سمبوسك بالكبدة. شوفوا شو اسمه الكبدة، لا سمبوسك أنا أحسن منه، والكبدة هو أحسن مني. لا الكبدة بس فرجيني الكبده مشويه، الكبده المقليه والسمبوسك حبيبتي. فرجيها يا فرجيني عم يفرج. شوفي انت قاعد اشوف، اعطيني ليك والله بشتغل شغل البيت محترم. يا جماعه يخلي الله، والله هو كثير بيعمل كثير اشياء. شويه. ايه بس انه انا ايش قصدك؟ الاكل مو طيب، صار اكل منيره. طيب ما هو شاب شاطر، هو شيف في قليل شباب ما يطلع. ايه هو له مرق اخي، هو كفيت شيف كل شيء. فرجيني اشوف. هاي سمبوسك حبيبي. ضيع الكاميرا مغبشه. بعت لي هيك صوره فرجيهم شغل اخوي. شوف مام طلب وصفه البيتزا، عملت له فقلت له الوصفه موجوده على اليوتيوب، ليش ما اخذتها؟ قال لي بلش بدي كان اقعد انا احضر لك الفيديو لاخذ الوصفه، ليش ما بحكي معك دغري يعني. طلع رح ابعث لك صوره او اكتب لك اياها على الواتساب، بس عن جد طلع طبقها مثل ما هي. هون منيب ايش مشغول؟ ايش عم تعمل؟ لا عم يصف السمبوسك، بدي يصور لي اياها. شوف رح ابعث لك الوصفه على الواتساب، بس لك شلون بدك ترتب الخطوات. طلع الله فيك عم بحكي مع حالي. كاميرا عم تغبش كثير عندك. ها؟ بدون ما تقولي. شو؟ بيعرف يطبخها بدون ما تقول. شو في يعني؟ شلون يعني تعرف طبخة بدون ما اقول لك؟ لا بس اعطيك مقادير. متأكدة؟ يعني شيف ايش؟ اها هلا بعرف اطبخ، بدي استناكي. طيب ماشي، يلا بصور لك المكونات وبس ما اصور لي هذا، انشر لهم اياه، بدي افرجيهم البيتزا اللي بيعملها اخوي. شو عامل كبه مشويه؟ ايه شويه كبده مخليه يا عمري على الشبرك. الله حقيه. ورق عنب. جاي لعندك. جاي لعندك. الشيف منير شو؟ ريت شو؟ منير مش تدله. شو؟ تعرف ما بعرف، هلا حصور لكم انا، بس ما أنا كثير واضحه لانه الكاميرا كثير عم تغبش. مين بس ضل يبرم بالتليفون؟ اخوي ما فرجيني ايش الكبه ما بترحم. الله والله هلا اني ما بتجوزها لهالدرجه. شوف فرجيني الكبه المشويه، هي اثبات ما كان فيه نت كويس. ايش هيك الكاميرا؟ الله والله بعت لي كم كيلو. سمبوسك شايفتيها؟ شوفوا السمبوسك ما واضحين، بدي ببعث لي اياهم بصوره. شوفوا ما واضحين. المهم لك المقادير وانت طبقهم، مو انت بتعرف تطبقهم؟ بس خلص بعد. لا والله جاي استناكي انا، استناكي تتعلميني. طيب يعني هلا بدك الوصفه ولا ما بدك الوصفه؟ بقول كيف المنبوجة مبوجة نكتي. هذا المنظر حبيبتي، هذا المنظر المطلوب هون. تمام؟ والله يا اخي طلع بالنهاية والله بنت الحلال بدها تاخذك، لازم هي تدفع لك مهرك بصراحه.
مو معي حق يعني. ايش طب بدك؟ كل شيء ايش بدك؟ نظايفي طبيخ بنعرف هنا. طيب رح ابعث لك الوصفه لانه انا بدي اسكر، بدي اقوم اكل، جوعانه ها. الو بالسهرة. بس صوتي انا. طيب ماشي طول لي اياهم. بدي فرجيكم شغله يا اخي، بدي فرجيكم شغله. بفرز هيك بحط بالفريز اذا شي يوم كذا هيك على السريع طلع قلاله وكذا وهيك. ماشي حبيبي. شو؟ بشرف عنا بألمانيا بشرف عنا. ما الصوت من كده بعرف عنا. يي بدك كل متابعيني بالمانيا يجوا لعندك. اللي بده يجي يشرف عنا اهلا وسهلا. يا برني الحنون الكريم يخليه لي انا هيك. رح ابعث لك الوصفه وبنسكر هلا ونحكي بالسهره. بدي اقوم اكل، انا جوع. ما جئتي؟ والله جوعانين اخوي، نحكي بعدين. هلا بعت لك وصفه روحي ماشي. يلا هلا بقوم بعمل الاندومي معكم، بس لا بعت له الوصفه ولا بس بعت لي صور السمبوسك والكبه يا سلام والله شهاني امي. شو هيك نعمل كبه مشويه؟ ليش ما بيجي اخي لعندي؟ لانه هو وصله كثير زمان يعني بالمانيا. فانتم بتعرفوا انه واحد يسافر على دول اوروبيه فما في مثلا يسافر وهيك، فهو عم يظبط، عم وصله كثير اخي بيت جديد، عم يظبط اموره، فكرمال هيك. هلا اذا هو ما اجى لعندي انا شفتوا نحن ان شاء الله بلكي عندي زياره. فشو اسمه بالليل انا بعد ما سافر مش هذا انا كده عم حرق مع اهلي انه يجوا ما كانوا يفطروا، طلعت مسكرة بسيطة. المهم اجوا اخيرا يعني، لانه عن جد بوقتها كثير تضايقت لما سافر اخي، وانه انا كمان صار لي كم سنة ما شفته، وطلع انه خلص ما ضل لك شيء. بس ليش ما بتجي؟ قال لا خلص نحن قاعدين بالبيت بدي شو. هون هذيك السنة لما اجوا لعندي كثير ملل صراحة، يعني بتعرفوا نحن اجوانا الشغل وكذا وهيك، وهن شو اسمه اللي بيحبوا الحياة الاجتماعية، الجيران وهيك، خاصة ماما. بابا كان هنيك يشتغل، يعني كان يسلوا وقتهم اكثر. ما في راحة من عندي. نعم. حتى انا عند اخوي ما بدي ابعد. لك لا هو ما بيشتغل بمحل، هو لما عم بيقول انه تحولوا لعندي انه اصلا على البيت، هو عامله له للبيت. عرفتوا كيف؟ هو شاطر بكل شيء ما شاء الله. اخذ من كل شيء من ماما، فهو بيعرف يعمل كل شيء. هلا بفرجيكم الصور اللي بعث لي اياهم، الامانه شغله مرتبه. ليش بيشتغل كل احسن مني. لا هو ليك وعنده براءة بكل شيء ما شاء الله، الا مصلحة بابا ما بيحبها. مصلحة الميكانيكية انه وين ميكانيكي وكذا ما بحبها، بدل ما ولا مقص. هو يشتغل بنتي يشتغل يعني. عنده فكرة مش بمصلحة بابا، بس ما بيحبها يعني كثير يعني. بس لو انه حاطط براسه بيطلع معلم منه، بيخلص بعض الامور، بيصلح بعض الشغلات. بس انه هلا بابا معلم ما معلم يعني، صار له منيح بس بالمصلحة. بس اخي مصلحته الاساسية هو فوكر نسائي. بعدين هوايات الطبخ صارت كثير شغلات بيشتغل ما شاء الله عنه، يعني بسبع الكلام. ايه فبس بحب الطبخ، نحن عرفنا كلها بتحب الطبخ. نفسه طيب والله، طيب. انا بالكبه بشهد، الكبه والله فاتحه احسن مني وسريع. ايه والله ايه الكبه غير شكل. بدكم لو يجي لعندي خليه يساعدني بكل شيء. يلا يعني صعب انا فاضي ايه. بيجهز اكلات هيك بالفريزر، دجاجه كذا، انه بيلاقي شيء قدامه يا بيقلي يا كذا. بلش كمان مدرسة. طبعا ما رح لاقي يقبر قلبي الا نعمل الاندومي، نحضر سهرتنا كمان. ما تحطي حد. للأمانة ماما طلع فكرتني على صور لقطة سريعة. للأمانة دول الصحون مو مرتبين للأندومي. انت كمان حلوة انت. لك ليه تولفنا أيمن وشني لا أنا بحب أسخنه. أنت وصلك ما بتحبوا الأكل السخن كثير. أنا لا والله بحب آكل الأكل السخن.
اوكي رح نخلص الاندومي. بعتوا لي كذا مسلسل صديقات عم نحضره مع ريت شور، هيك ما رح نحضره، نحضر غير شيء. يا الدموع حات تقول هات بالانجليزي حار. هات. غسلت لها يا ثلاث شو جد شو شوي شوي وهاي حارة حتى شلون. لا غسلت لها يا ايه معك انا. بس هو مو شايف هذا اللي هي خلص حار. شو ما بدك؟ شو سند؟ وات؟ طلعت شو بيشبطها. صح يا ماما.